الأميرة وحبة الفول. كان يا مكان أمير عايز يتجوز أميرة بجد. سافر ولف كل حتة في الدنيا بيفتش على الأميرة الحقيقية اللي هتتجوزه. الأمير قابل أميرات كتير بس ملقاش ولا أميرة مناسبة أو شبه اللي في خياله، لدرجة شك إنه في ولا واحدة فيهم أميرة حقيقية. وبعد ما لف الدنيا رجع القصر حزين لأنه ملقاش أميرة أحلامه. وفي ليلة كانت العاصفة شديدة، رعد وبرق ومطر كتير. الملك سمع حد بيخبط على باب القصر، راح يفتح الباب، لقى قدامه صبية جميلة واقفة مبلولة من المطر. شعرها فستانها كلها كانت مبلولة من المطر. ولما شافت الملك قالت له: أنا أميرة حقيقية. الأمير أول ما شافها طلع يجري يشوف الصبية. الملكة الأم شافتها وفكرت في فكرة تتأكد بيها إنها أميرة أو لأ. دخلوا الأميرة تستحمى بمية سخنة ولبست لبس ناشف. في الوقت ده الملكة كانت بتعمل حاجة عجيبة. خدت حباية فول وحطتها على سرير الصبية وقالت للخدم: حطوا فوقها 20 مرتبة و20 لحاف، وخلينا نشوف بقى هي أميرة بجد ولا لأ. قعدوا ياكلوا ويتكلموا وبعدين راحت تنام في السرير اللي الملكة جهزته لها. وبعدين لما الصبح جه الملكة راحت أوضة الأميرة تسألها: نمتي كويس يا بنتي؟ ردت الصبية: ما عرفتش أنام ثانية. الملكة سألتها: ليه؟ ردت الأميرة: مش عارفة، السرير كان فيه حاجة ناشفة قلقت منامي. هنا الملكة اتأكدت إن الصبية أميرة حقيقية، لأن رقتها خلتها تحس بحبة الفول فوق 20 مرتبة و20 لحاف. الملكة قالت للأمير: ابسط، لقينا لك الأميرة الحقيقية اللي بتدور عليها. وأمرت الملكة الخدم يشيلوا حباية الفول من السرير علشان تعرف تنام كويس في الليالي اللي جاية. وعلقوا زينة في القصر واتجوز الأمير بالأميرة الحقيقية، وكلهم في سعادة وفرح.